مزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن. بعد تحية لك يا فندم معالي النائب، يعني نحدثكم عن معايير واضحة وثابتة لاختيار المرشحين، كيف توازنون بين الثقل الشعبي والكفاءة البرلمانية؟ تحياتي يا استاذ حور وتحياتي للاخ العزيز الاستاذ احمد ولمشاهدينك الكرام. اهلا بك سيادة. خلينا نقول لحضرتك ان سؤال مهم، ان فعلا دائما ابدا بتبقي حضرتك امام واختيارات مهمه، ان انا ازاي اقدر اعمل موازنه ما بين اختيار شعبي قد في بعض الاحيان، ويمكن ده شفناه في تجارب سابقه، قد لا يكون مناسب في بعض الاحيان لتمثيل الدور النيابي والمنوط به اداؤه داخل البرلمان. ولكن احنا يمكن نقول احنا في حزب مستقبل الوطن قطار مستمر في عمله المشاركه في الفعاليات اللي على الارض وفي عمله التنظيمي، والكلام ده مستمر طول العام. ده ولد لنا كوادر نستطيع من خلالها انها تكون ذات ثقل شعبي ملامس للمواطن، حاسس باماله والامه، وفي نفس الوقت هو مدرب على ان كيفيه اداء دوره البرلماني. يبقى من هنا قدرنا نعمل التوازن ما بين الدور الشعبي اللي هو موجود والشخصيه التي لها ثقل شعبي، وما بين ممارسه الدور النيابي اذا كان حتى وجه جديد بيبقى بملازمه قيادات او نوابنا في الهيئه البرلمانيه، او كان اذا كان نائب حالي عن طريق ممارسته وعن طريق اللجان الفنيه اللي موجوده داخل حزب مستقبل الوطن، اماناته الفنيه اللي بتحاول انها تثقل النائب بأداء الدور البرلماني. فمن هنا نستطيع ان احنا بعد هذه التجارب المتعدده في الانتخابيه والبرلمانيه ان احنا نستطيع ان احنا نختار ما بين مرشح ومرشح يستطيع ان يكون يتمتع بالمعايير اللي احنا ذكرناها، اللي هي حسن السمعه والسلوك والثقل الشعبي والتمثيل المحلي، وفي نفس الوقت عنده القدره على ادائه البرلماني والنيابي. نعم سيادة النائب، يعني بداية وبعد التحية، وكما أعلم أن اللجنة المركزية المشكلة داخل حزب مستقبل وطن تواصل الليل والنهار وتعمل على قدم وساق لاختيار الأفضل، وأعلنتم ورفعتم شعار مشاركة لا مغالبة في ظل التعددية الحزبية التي تسعون إليها، ولكن ما هو طموحكم في مجلس نواب 2025؟ حزب مستقبل الوطن من اليوم الاول يمكن ما قبل انتخابات مجلس الشيوخ وفي هذه المرحله رفعنا شعارنا وشعار التشاركيه لا المغالبه، المشاركه لا المغالبه لمصلحه الدوله المصريه. احنا مقتنعين وعندنا يقين ان الدوله المصريه محتاجه لكل كوادرها، محتاجه كل ذا راي وذا فكر يساعد في حل مشاكل الدوله المصريه ومشاكل مواطنينا. وفي نفس الوقت ان احنا مقدرين جيدا جدا ان الدوله المصريه بتمر بتحديات، والكلام ده احنا مش بنقوله ده كلام نظري، لا، تحديات فعلا كلنا لامسينها وكلنا مواجهينها. هذه التحديات بتستلزم مننا كلنا جميعا ان يبقى موجود كل الاختلافات في الرؤى، لان انا لا احتكر الراي الصواب وغيري لا يحتكر الراي الصواب، وفي راي غيري يحتمل كثير من الصواب، بل بالعكس من يكون مفيدا لمواطنينا وللدوله المصريه. فبالتالي ده قناعتنا ان التشاركيه دي هتخلي لنا ان شاء الله تعالى المجالس الجايه، اذا كان مجلس الشيوخ ان شاء الله تعالى بعد انتهاء انتخاباته ومجلس النواب القادم، عندنا تشاركيه وعندنا اختلافات زي ما دائما ابدا اكررها، عندنا اختلافات في الرؤى وفي اساليب حل مشاكلنا دون خلاف. نعم. ان نرى كل الاختلافات السياسيه المعبره عن الشارع السياسي، لان هي فعلا لان هذه الاحزاب السياسيه او هذه التيارات السياسيه اللي موجوده داخل القائمه الوطنيه او داخل ان شاء الله تعالى موجوده في الانتخابات الفرديه تكون موجوده داخل المجالس النيابيه، بالتالي نرى كل الاختلافات لصالح الدوله المصريه ولصالح المواطن المصري دون خلاف. بشكرك شكرا جزيلا النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به.